قبل عصر الأقمار الصناعية اللي رسمت كل زاوية في كوكبنا، وقبل ما الإنترنت يجيب العالم كله بين إيدينا، كانت الأرض مكان مليان غموض عميق. تخيلوا وقت كانت فيه المحيطات الواسعة مناطق مجهولة، والغابات الكثيفة كانت جدران خضراء محدش يقدر يخترقها. ده كان عالم المسافرين زمان. ما كانوش سياح بيدوروا على المتعة، كانوا مستكشفين وتجار ومغامرين بيدخلوا في المجهول تماما. رحلاتهم كانت مليانة بالمخاطر، مش بس من العواصف والأمراض، لكن من طبيعة العالم نفسه اللي كان باين عليه إنه بيخبي أسرار فوق قدرة البشر على الفهم. النفوس الشجاعة دي كانت عيون وآذان البشرية، بيرجعوا بقصص هتشكل فهمنا للعالم لقرون جاية. إيه اللي شاف المسافرين دول؟ مذكراتهم وسجلاتهم ورسائلهم مليانة بحكايات تتحدى نظرتنا الحديثة والمنظمة للواقع. كتبوا عن مناظر طبيعية كأنها جاية من كوكب تاني، والأكثر إدهاشاً عن مخلوقات كأنها طلعت من صفحات الأساطير. دي ما كانتش مجرد حكايات بحارة بسيطة بتقال حوالين النار، دي كانت ملاحظات مفصلة ومتسقة من شهود موثوق بهم في زمانهم. وصفوا كائنات كانت أكبر وأغرب وأكثر رعباً من أي حاجة معروفة للعلم. الحكايات دي بتجبرنا إننا نسأل عن الخط الفاصل اللي بنرسمه بين الأسطورة والحقيقة. هل العالم القديم كان فعلاً زي ما بنتخيله بالضبط؟ ولا كان مكان أكثر سحراً وخطورة بكتير؟ القصص اللي رجعوا بيها ما كانتش حوادث منفصلة. ممكن مسافر في أفريقيا يوصف وحش ضخم، وبعد قرون مستكشف تاني في قارة مختلفة يبلغ عن حاجة مشابهة بشكل مخيف. التكرار ده يمكن يكون أكثر جانب محير في الأساطير دي، بيوحي بتجربة بشرية مشتركة، ذاكرة جماعية لزمن كان فيه عالمنا بيشاركه كائنات اختفت من وقتها أو انسحبت للظلال. من جبال الهيمالايا الضبابية لأعماق المحيط الأطلسي المظلمة، القصص بتستمر، بترسم صورة لعالم مليان عجائب وأهوال نسيناها من زمان. السؤال هو، هل كل ده كان مجرد نتاج خيال مفرط، ولا كانت لمحات من حقيقة خفية؟ لما نرجع عبر سجلات المستكشفين الشجعان دول، لازم نسيب شكوكنا الحديثة على جنب ولو للحظة واحدة. لازم نحاول نشوف العالم من خلال عيونهم، عالم لم يتم غزوه بالكامل بالمنطق والعقل بعد، عالم كان فيه المستحيل بيحصل كل يوم. في كتاباتهم بنلاقي خيط ثابت من الدهشة والرعب. قابلوا مخلوقات تحدت فهمهم للطبيعة ودفعت حدود شجاعتهم. دي مش مجرد حكايات خرافية للأطفال، دي وثائق تاريخية، شهادات عيان من زمن كان فيه ستار بين عالمنا وعالم تاني ربما كان أرقى بكتير بكتير. حكايات العمالقة قديمة قدم البشرية نفسها، لكنها ما كانتش دايما محصورة في الأساطير. المؤرخ اليوناني هيرودوت اللي بيلقب بأبو التاريخ كتب عن لقاءات مع قبائل عمالقة خلال رحلاته في أفريقيا. وصفهم مش كوحوش أسطورية، لكن كأشخاص حقيقيين، ضخام في الحجم والقوة. بعد قرون، الكاهن والمستكشف البرتغالي فرانسيسكو ألفاريز وهو بيسافر في إثيوبيا في القرن السادس عشر وثق حكايات مشابهة. كتب عن اعتقاد السكان المحليين بوجود غيلان أو عمالقة بيعيشوا في الجبال النائية، كائنات ضخمة لدرجة أن وجودها كان حقيقة واقعة للناس اللي بيشاركوا أراضيهم. دي ما كانتش مجرد أساطير، دي كانت تقارير جادة من رجال كانوا بيحاولوا يفهموا عالم أكبر وأغرب بكتير من عالمهم. زي ما الأرض كان لها عمالقتها، البحر كان له سكانه الغامضين. أسطورة حورية البحر، المخلوق اللي نصه إنسان ونصه سمكة، موجودة في كل ثقافة بحرية تقريباً. كريستوفر كولومبوس نفسه في رحلته الأولى للأمريكتين سنة 1493 سجل في مذكراته إنه شاف 3 حوريات بحر قبالة سواحل هيسبانيولا. لاحظ إنهم ما كانوش بالجمال اللي بيتوصفوا بيه، وده بيوحي إنه كان بيقارن ملاحظة حقيقية بأسطورة موجودة بالفعل. البحارة العرب كمان كان ليهم حكاياتهم الخاصة عن أهل البحر، وده بيثبت أكتر فكرة إن اللقاءات دي كانت جزء عادي، وإن كان مقلق،
من الحياة في المحيط المفتوح. دول ما كانوش رجال بيميلوا للخيال، بقائهم كان بيعتمد على قراءة البحر بدقة، وده بيخلي شهادتهم أكتر إقناعاً. غموض سكان البحر دول بياخد منعطف أكتر قتامة مع قصص زي قصة ماري سيليست، السفينة الشبح الشهيرة اللي لقوها تائهة ومهجورة سنة 1872. ورغم وجود نظريات كتير، إلا إن إحدى أساطير البحارة الغامضة من العصر ده بتتكلم عن حوريات بحر أو مخلوقات بحرية عدوانية ممكن تغري أطقم سفن كاملة للهلاك. هل ممكن يكون لقاء مع شيء مخيف وغير قابل للتفسير من الأعماق هو اللي خلى الطاقم يتخلى عن سفينتهم السليمة تماماً بالسرعة دي؟ الفكرة تبدو خيالية، لكن في عالم كان فيه المستكشفون المحترمون بيوثقوا مخلوقات زي دي بتصبح إمكانية مرعبة. أعماق المحيط بتفضل واحدة من آخر الحدود الحقيقية على الأرض، مكان معرفتنا فيه تصغر قدام المجهول الهائل والمظلم. من العمالقة الشاهقة في مرتفعات أفريقيا لأشكال الأعماق الجذابة والخطيرة، حكايات المسافرين بترسم صورة متسقة، بيوصفوا عالم ما كانتش فيه البشرية هي السيد المطلق لمملكتها. المخلوقات دي تمت ملاحظتها وتوثيقها والخوف منها، بينما العلم الحديث رفضها على إنها سوء تحديد هوية. حيوانات خراف البحر لحوريات البحر على سبيل المثال، الكم الهائل والاتساق في التقارير دي من ثقافات مختلفة وعصور مختلفة صعب تجاهله. ده بيجبرنا نتساءل إذا كان المستكشفون دول مجرد مخطئين، أو إذا كانوا بيسجلوا عالم كان مختلف بشكل أساسي عن عالمنا، عالم كانت فيه الوحوش حقيقية. من أكثر المخلوقات اللي بتثير الدهشة في حكايات البحارة هو طائر الرخ، طائر بحجم ضخم لدرجة إنه كان بيتقال إنه يقدر يشيل في مخالبه فيل. ورغم إنه اشتهر في حكايات سندباد البحار من ألف ليلة وليلة، إلا إن كثير من المسافرين كانوا بيعتبروا الرخ مخلوق حقيقي. المستكشف المغربي العظيم ابن بطوطة في القرن الرابع عشر وصف سماعه قصص من بحارة في بحار الصين عن جبل عايم طلع إنه طائر رخ. كتب إن البحارة شافوه مرة، لكنهم حافظوا على مسافة آمنة بحكمة خوفاً من قوته الهائلة. المسافر الفرنسي جان بابتيست تافيرني كمان سجل أساطير مشابهة خلال رحلته في جزر الهند الشرقية، وده بيثبت مكانة الرخ مش بس في كتب القصص لكن في سجلات الاستكشاف. فكرة الطيور العملاقة مش من غير أساس في الواقع. طائر الفيل المنقرض في مدغشقر كان عملاق لا يطير، وطيور ضخمة أخرى من عصور ما قبل التاريخ كانت بتجوب الأرض. هل ممكن يكون الرخ كان نوعاً بائياً وأكبر حجماً وربما قادراً على الطيران؟ القصص منتشرة جداً في المحيط الهندي لدرجة إنها بتوحي بمصدر مشترك. البحارة اللي حياتهم كانت بتعتمد على ملاحظتهم الدقيقة للسماء والبحار بلغوا عن اللقاءات دي بإحساس من الدهشة والرعب الحقيقيين. كانوا بيوصفوا حاجة أكبر بكتير من حجم أي طائر معروف، عملاق حقيقي في السماء كان بيحكم الجزر النائية والمياه المفتوحة في الشرق. زي ما كان الطائر العملاق مرعب، كانت فكرة الثعبان اللي بيطير مرعبة برضه. هيرودوت في رحلاته لمصر والجزيرة العربية كتب عن خطر حقيقي جدا، الثعابين المدنحة. ادعى إن كل ربيع أسراب من المخلوقات دي كانت بتطير من الجزيرة العربية نحو مصر، لكن طيور أبو منجل كانت بتعترضها وتلتهمها، حتى إنه قال إنه سافر عشان يشوف عظام الثعابين دي متراكمة في أكوام. بعد قرون استمرت الحكايات الغريبة. طيار بريطاني كان بيطير فوق غابات أفريقيا في أوائل القرن العشرين، بلغ عن رؤية مخلوق يشبه التيروسور زاحف طائر من عصور ما قبل التاريخ. في الصين والهند أساطير الثعابين المجنحة والتنانين منسوجاً بعمق في النسيج الثقافي والتاريخي، وغالباً ما بيتم التعامل معها ككائنات حقيقية من عصر مضى. الحكايات دي عن الثعابين الطائرة مثيرة للاهتمام لأنها بتربط الفجوة بين الأسطورة وعلم الحفريات. بينما العلم السائد بيقول إن التيروسورات انقرضت مع الديناصورات،
التقارير المتفرقة دي بتوحي بشيء تاني. هل ممكن تكون مجموعات صغيرة ومعزولة من المخلوقات دي نجت لحد العصور البشرية؟ وده اللي أدى لظهور الأساطير العالمية عن الثعابين الممنحة والتنانين. اتساق الأوصاف، أجنحة جلدية، أجسام ثعبانية، ووجودها في مناطق نائية وصعبة الوصول. مذهل. من صحاري الجزيرة العربية لغابات أفريقيا وآسيا الكثيفة، المسافرون والسكان المحليون على حد سواء اتكلموا عن الحيوانات المفترسة المخيفة دي في السماء، مش كأساطير لكن كتهديد حقيقي لازم يتم تجنبه. سطح الأرض ما كانش هو المجال الوحيد للغموض. لقرون البشر كانوا مفتونين بفكرة عالم تحت أقدامنا. أساطير الأرض المجوفة أو الممالك الجوفية موجودة في ثقافات العالم كله، لكن بعض الحكايات بتيجي من مصادر تبدو موثوقة. الأدميرال ريتشارد أي بيرد، الضابط البحري الأمريكي الشهير والمستكشف القطبي، يزعم إنه كتب في مذكرات سرية عن رحلة طيران قام بها فوق القطب الشمالي سنة 1947. في الحكاية المتنازع عليها دي، ادعى إنه اكتشف أرض خصبة خضراء مخفية داخل الفتحة القطبية، بيسكنها حضارة متقدمة بتعيش في مدن تحت الأرض. ورغم إن صحة المذكرات دي محل جدل كبير، إلا إنها بتلامس اعتقاد عميق الجذور بأن عالم سري بسكانه الخاصين بيقع وراء إدراكنا مباشرة. الفكرة دي عن عالم داخلي بتتردد في أساطير لا حصر لها عن أغارتا أو شمبالة، مدن أسطورية للحكمة والسلام مخفية في أعماق الأرض. المسافرون والمتصوفون اللي بيسافروا عبر جبال الهيمالايا سعوا لدخول العالم الخفي ده من زمان، معتقدين إن سكانه هم حراس المعرفة القديمة. دي مش مجرد حكايات خيالية، لكنها رحلات دفعت ناس حقيقيين لاستكشاف أكثر المناظر الطبيعية النائية والمخيفة على الكوكب. سواء كانت حقيقة مادية أو استعارة قوية، مفهوم عالم تحت عالمنا بيسكنه كائنات مجهولة غذى الخيال البشري وروح الاستكشاف لآلاف السنين. وده بيوحي بأن أعظم الاكتشافات ممكن ما تكونش في النجوم، لكن تحت أقدامنا مباشرة. نرجع للسطح. في براري العالم الجامحة، المسافرون بلغوا عن لقاءات مع مخلوقات ما كانتش بشرية بالكامل ولا حيوانية بالكامل. في غابات أمريكا الشمالية الشاسعة، حكايات بيجفوت أو ساسكواتش اتنقلت لأجيال بين القبائل الأصلية، وبعدين بلغ عنها المستوطنون والمستكشفون. حتى شخصية بارزة زي الرئيس الأمريكي الأسبق ثيودور روزفلت روى قصة حكاها له رجل يابلي عجوز عن صياد زميل قتله مخلوق عملاق مشعر يشبه الغوريلا. روزفلت اللي كان عالم طبيعة وصياد متمرس قدم القصة بجدية مرعبة أدت لوزن أكبر بكتير من مجرد حكاية نار بسيطة. قصة مشابهة بتيجي من الجانب الآخر من العالم، في قمم الهيمالايا القاسية. هناك أسطورة اليتي أو رجل الثلج البغيض أرعبت متسلقي الجبال والسكان المحليين لقرون. تم إطلاق العديد من البعثات للبحث عن المخلوق المراوغ ده، وبينما الدليل القاطع لسه بعيد المنال، آثار الأقدام وشهادات العيان والقصص الغريبة بتستمر في الظهور من براري المرتفعات. زي قريبه في أمريكا الشمالية، اليتي بيتوصف كقرد رجل كبير بيمشي على قدمين، وهو نوع من أشباه البشر البائية اللي بتعيش في أكثر الزوايا المعزولة على الكوكب. التشابه المذهل بين أساطير بيجفوت واليتي من قارات متباعدة بيثير سؤال محير: هل بنشارك كوكبنا مع نوع آخر ذكي من الرئيسيات اللي اختار ببساطة إنه يفضل مختفي؟ قليل من المخلوقات بتأثر الخيال زي التنين. بعيداً عن كونه مجرد قصة خرافية أوروبية، الاعتقاد بالتنانين كان ظاهرة عالمية، وبيظهروا في سجلات بعض أشهر المسافرين في التاريخ. لما ماركو بولو سافر عبر الصين في القرن ال13، وصف اللي سماه ثعابين عملاقة طولها 10 أقدام بفك ضخم، وكانوا السكان المحليين بيصطادوها. وصفه المفصل لشكل المخلوق والطرق المستخدمة لصيده بيبدو أقل شبها بالأسطورة،
وأكثر شبها بملاحظة عالم طبيعة لزاحف حقيقي وإن كان مرعبا. أوصافه دي خلت البعض يتكهن إنه كان بيشاهد نوع كبير من التماسيح، لكن إصراره على سماتهم الفريدة بيوحي إنه كان بيشوف حاجة مختلفة تماما. الاعتقاد بالمخلوقات الشبيهة بالتنانين قديم. الهيروغليفية المصرية بتصور وحوش ثعبانية، والقصص من جميع أنحاء أوروبا وآسيا مليئة بالأبطال اللي بيقاتلوا الوحوش المخيفة دي. عالمية أسطورة التنين مذهلة. إزاي قدر عدد كبير من الثقافات المنفصلة بدون أي اتصال إنهم يتخيلوا مخلوق متطابق تقريباً؟ بعض النظريات بتقول إن اكتشاف حفريات الديناصورات خلى الشعوب القديمة تتخيل شكل الزواحف العملاقة دي لما كانت عايشة. لكن الحكايات من المسافرين زي ماركو بولو مش عن حفريات، إنها عن كائنات حية بتتنفس موجودة جنب البشر. الاتساق ده بيوحي بأن أسطورة التنين ممكن ما تكونش أسطورة على الإطلاق، لكنها ذاكرة تاريخية لمخلوق حقيقي كان بيرعب العالم القديم. بينما التنانين كانت بتحكم الأرض والسماء في الفولكلور، كان في رعب أكبر بيتقال إنه بيختبئ في أعماق المحيط، الكراكن. وحش البحر الأسطوري ده اللي أصله في الفولكلور الإسكندنافي كان بيتوصف على إنه مخلوق بحجم هائل بيشبه حبار أو أخطبوط عملاق. كان بيتقال إنه كبير لدرجة إنه ممكن يتلخبط بينه وبين جزيرة، ومخالبه القوية ممكن تسحب سفن كاملة لقاع البحر. البحارة والصيادون النرويجيون نقلوا التحذيرات دي لأجيال، وحتى إن المخلوق تم توثيقه في أول مسح علمي للتاريخ الطبيعي للنرويج في القرن الثامن عشر. دي ما كانتش مجرد حكايات بحارة، كانت بتتعامل كتحذيرات جدية عن خطر بحري حقيقي جدا. لفترة طويلة العلم رفض الكراكن على إنه خيال محض، لكن اكتشاف الحبار العملاق ومؤخراً الحبار الضخم غير المفهوم ده تماماً. الحيوانات الحقيقية دي اللي بتعيش في أعماق البحار ممكن تنمو لأحجام هائلة، والحبار الضخم بيوصل لأطوال تصل لأكثر من 46 قدم. في سنة 2003 غواص ألماني كان بيستكشف خندق في أعماق البحار بلغ عن مطاردة حبار قدر حجمه بأنه أكبر بكتير من أي حبار تم تسجيله رسمياً. فجأة حكايات الكراكن القديمة بتبدو أقل شبهاً بالأسطورة وأكثر شبهاً بوصف دقيق، وإن كان بالغ فيه، لحيوان حقيقي. المحيط واسع وعميق، وإحنا استكشفنا جزء صغير جداً منه. إيه الوحوش التانية من الأساطير اللي ممكن تكون مستنيانا في الظلام الساحق في الأسفل؟ بعيداً عن الوحوش العملاقة ووحوش البحر، حكايات المسافرين بتتكلم عن مخلوقات أكثر دقة ورعباً نفسياً. من أغربها هو المقلد أو القرين، مستكشف إسباني في القرن السادس عشر وهو بيسافر عبر غابات أمريكا الجنوبية الكثيفة، كتب عن أسطورة محلية عن كيان بيجر شكله. كان بيتقال إن المخلوق ده بيقلد تماماً شكل وصوت المسافر اللي انفصل عن مجموعته وبيجذب رفاقه للخطر. مسافر بريطاني تاني في الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر وساق قصة مشابهة من مرشديه البدو عن جيني يقدر ياخد شكل شخص عزيز أو قرين، وظهوره كان نذير شؤم رهيب. القصص دي بتلامس خوف بدائي، الخوف من إن المألوف ممكن فجأة يتحول لغريب ومعادي. ظاهرة مقلقة تانية بلغ عنها المسافرون عبر عصور مختلفة هي ظاهرة أشباح الظل. بتوصفوا على أنهم أشكال بشرية داكنة بتتشاف على أطراف الرؤية، بتختفي أو بتجري لحظة ما يتم النظر ليها مباشرة. ورغم أنها بتترفض النهاردة على أنها خدعة ضوئية أو عرض من أعراض شلل النوم، إلا أن الحكايات التاريخية من المستكشفين والحراس بتذكر الأشكال المظلمة العابرة دي كأنها وجود حقيقي. ضابط بريطاني كان متمركز في حصن النائي في الهند، كتب في مذكراته عن جنوده اللي كانوا بيخافوا من ظلال بتجري بالليل، أشكال لها وجود لكن ملهاش ملامح. التجربة دي شائعة ومتساقة جدا في وصفها لدرجة إنها بقت أساس في الفولكلور الخارق للطبيعة، وجود صامت بيراقب في الزوايا الوحيدة في العالم. اللي مدهش بجد في كل القصص دي
من العمالقة وحوريات البحر للكراكن وأشباح الظل، مش بس غرابتها لكن استمراريتها وعالميتها المذهلة. رجل قرد عملاق مشعر بيتشاف في غابات أمريكا الشمالية وجبال نيبال. طائر جارح عملاق بيوصفه البحارة في المحيط الهندي. مخلوق بحري غامض نص إنسان بيتشاف بواسطة كولومبوس في الأطلسي وبواسطة البحارة العرب في الشرق. الأساطير دي ما تولدتش في مكان واحد، ظهرت بشكل مستقل في جميع أنحاء العالم. التكرار ده صعب رفضه على إنه مجرد صدفة أو خيال مشترك مفرط النشاط. بيوحي بأن أجدادنا في جميع أنحاء العالم ربما كانوا بيوصفوا لقاءات حقيقية. ربما الخط الفاصل بين الأسطورة والواقع مش حاد زي ما بنعتقد. ربما المسافرون القدامي والقرصطيون دول ما كانوش بيخترعوا قصص، لكنهم كانوا بيسجلوا عالم مختلف بشكل أساسي عن عالمنا، عالم مليان بمخلوقات قرضت من وقتها أو انسحبت لأعمق الأجزاء وأكثرها صعوبة في الوصول في كوكبنا. الأساطير ممكن ما تكونش خيال على الإطلاق، لكنها شكل من أشكال التاريخ، سجل مجزأ ومزين للتعايش مع كائنات موجودة دلوقتي بس في قصصنا وكوابيسنا. لما بنرجع نبص على الحكايات المذهلة دي بنفضل مع سؤال عميق ومقلق: هل المخلوقات دي كانت حقيقية في يوم من الأيام؟